وتخش على الكومنتس. بتحب تقرا الكومنتس، انا بحب اقرا الكومنتس، بحب اشوف الناس بتفكر ازاي، بحب اشوف مستوى التقدم اللي وصلنا له عامله ازاي. فبفتح الكومنتس، تخيل بيحصل لي ايه؟ بتشل. بجد بتشل. آه، انت بجد فاكر ان انت عندك وقت؟ انت فاكر ان العمر فيه ريفل؟ الحقيقة المرة ان كل ثانية بتعدي، مش هقول لك كل دقيقة، كل ثانية بتعدي عليك وانت قاعد على السوشيال ميديا، سواء بتسكرول او الأسوأ من كده ان انت قاعد بتتفرج على ريلز ملهاش لازمة. يا ريتها بتبني حياتك، يا ريتها ما بتعملش حاجة معاك، هي بتهد حياتك، هي حتة من مستقبلك بتضيع وانت مش واخد بالك. وقتك بيتسرق وانت مش قادر تستوعب ده. ده فيديو حابب ادردش فيه معاك، وهعتبره يعني فضفضة مع اخويا الصغير، ونتكلم بالمنطق والعقل ونفكر مع بعض، بما اننا يعني بنقدم محتوى عن البرمجة، فخلينا نفضفض ونحسبها كده بالعقل ونشوف هل الكلام ده منطقي ولا لا، يعني هل لوجيك الكلام ده ولا لا. من ساعة ما بدأت السوشيال ميديا، وبالأخص فيديوهات الشورتس أو الريلز اللي هي بالطول دي، سواء بقى على فيسبوك أو انستجرام، أو بعد كده طلعت مثلا تيك توك، بعد كده عمنا يوتيوب عمل يوتيوب شورتس. المحتوى ده اللي بقى سريع جدا، الريلز انت تقريبا ماكسيمم 90 ثانية، فانت ايه ده؟ فيديوهات اليوتيوب بتاعت زمان اللي كنا بنقعد عليها نتعلم منها ونتفرج عليها، يعني يكن بقى محتواها ايه، ما بقتش موجودة خلاص. لا، دلوقتي احنا في زمن السرعة، احنا عايزين الحاجة الفاست فود، الحاجة السريعة، شقلب واجري، فاهم انت؟ فما شاء الله، بدل ما كان عقلك يدخل له مثلا 100 معلومة في اليوم، انت بقى يدخل لعقلك آلاف المعلومات، بل عشرات الآلاف. انت كل شوية تعمل كده. طب يعني عايز افكر معاك، هل السوشيال ميديا دي نعمة ولا فخ؟ كل الكلام اللي انا هكلمه في الفيديو ده من وجهة نظري انا كبشوي، ماليش دعوه بحد، انا بقول رايي انا وبشاركك افكاري. حابب تتفرج وتسمع وتشاركني رايك في الكومنتس، اهلا بيك. مش حابب، خلاص ايه في الفيديو. فحابب اتكلم معاك في موضوع الوقت، وان الوقت بيتسرق، وان الحياه بتتسرق. هل كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حقيقي؟ هل السوشيال ميديا بتفيدنا اكتر ولا بتضرنا اكتر؟ من الاخر كده، هل السوشيال ميديا دي هي واقع ريل لايف، زي الريل لايف، شبهها حتى، ولا لا؟ بصراحة لا. وانا يا سيدي مش هقول لك دراسات وابحاث والكلام ده كله، لا، انا هقول لك من تجاربي الشخصية ومن تجاربك انت، اللي انا هوضح لك بس، هوضحها لك، وانت هتقول اه انا معاك يا بيشو، صح، انت معاك حق. بص يا هندسة، اصعب حاجتين في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، ويمكن ناس كتير جدا اتكلمت عليهم على يوتيوب وعملت لهم فيديوهات ودراسات وابحاث وكتب و حاجتين اتنين، بنسميهم الديسيبلين اند فوكس، الانضباط والتركيز. خلينا نمسك التركيز، انا عايز امسك التركيز، سيبك من الانضباط ده، يبقى ليه فيديو لوحده. التركيز، بسبب الوباء الجديد اللي حل علينا من كام سنه، في اخر 5 سنين، اللي اسمه الريلز او الشورتس، الفيديوهات القصيره اللي بالطول. بقى عقلك غصب عنه، غصب عنه بيحب الفيديوهات دي، لانها بتديله انجاز سريع او دوبامين سريع، دوبامين وهمي طبعا، انجاز واحساس بالفرحه والانبساط، بس هو ما انبسطش ولا حاجه، هو مخدوع. وفي نفس الوقت قللت معدل التركيز لوقت الفيديوهات دي، اللي هي مثلا بتبقى من دقيقه لدقيقه ونص، فانت اخرك حرفيا دقيقه، دقيقه ونص. حتى لما بتعمل سكرول على الفيديو اللي بعديه بتركز في وقت السكرول بس، لكن لو السكرول ده مكمل او الفيديو الريلز ده مكمل، انت مش هتعرف تركز. هو انت خلاص دماغك اتعود انه ايه، 30 ثانيه، 90 ثانيه، اقلب، 30 ثانيه، 60 ثانيه، اقلب. عشان كده ناس كتير ما بتكملش الفيديو، وعشان كده ناس كتير دلوقتي من صناع المحتوى يعني اللي بيعملوا فيديوهات الريلز دي،
بقوا يركزوا على حاجه اسمها الافريج واتش تايم، اللي هو متوسط معدل المشاهده، حاجه زي كده، اللي هو الناس شافت الفيديو متوسط قد ايه، 30 ثانيه منه ولا 90 ثانيه ولا شافته للاخر. وبقوا يجتهدوا جدا في ان هم يخلوك تسمع الفيديو للاخر، لان ده بيحسن الخوارزميات بتاعه المواقع او المنصات ان هي تنشر الفيديو اكتر وكده، وان هم يسرقوا وقتك ويسرقوا انتباهك اطول فتره ممكنه. فالريلز دي بكل بساطه عزيزي المشاهد بتلحس مخك، بتخليك مش عارف تركز، بتخليك مش عارف تذاكر، بتخليك لما تقعد تقرا كتاب، لما تقعد تذاكر برمجه، لما تقعد تذاكر يا سيدي لامتحانك بكره، عندك امتحان بكره مش عارف تركز نص ساعه بسبب الريلز. تليفونك طول ما هو جنبك هتبقى عايز تمسك التليفون وتعمل كده وخلاص. يا اخي ده حتى اللوك سكرين انت لما بتفتحها مثلا بفيس انلوك او بفينجر برينت لازم تعمل كده، لازم تسكرول. الابلكيشنز نفسها وانت بتقلب في القائمه لازم تسكرول، هو مرض خلاص بقى اسمه السكرول. فاصبحنا مغيبين وبتتسرق مننا اهم نعمه في عقل البني ادم الا وهي التركيز، بسبب شويه فيديوهات شورتس او ريلز. طيب، اختم كلامي بنقطه مهمه لازم اتكلم فيها في الفيديو ده، ولو انت وصلت للحظه دي يعني كتر خيرك. وان شاء الله هقول لك الزتونه في الاخر وايه العلاج والكلام ده كله، او على الاقل جزء من العلاج يعني. اخر نقطه اتكلم فيها في الدردشه بتاعت الفيديو دي او الفضفضه دي هي التعليقات الهدامه. انا عندي مشكله، وانا بعترف لك ان انا عندي مشكله، ان انا لما بفتح فيسبوك، وهقول لك ازاي انا بفتح فيسبوك او بقضي وقت قد ايه والكلام ده. بس انا لما بفتح فيسبوك وابدا اسكرول والاقي فيديو معين بيحكي خبر، بيحكي حاجه معينه، لا اراديا، واعتقد ده عند كل الناس، بنفتح الكومنتس. لازم نفتح، انت ممكن ما تعملش كير او لايك او لاف او اي حاجه، ما تعملش رياكشن وتخش على الكومنتس. بتحب تقرا الكومنتس، انا بحب اقرا الكومنتس، بحب اشوف الناس بتفكر ازاي، بحب اشوف مستوى التقدم اللي وصلنا له عامله ازاي. فبفتح الكومنتس، تخيل بيحصل لي ايه؟ بتشل، بجد بتشل. ايا يكن نوعيه الفيديو، سواء يعني بعيدا عن الفيديوهات التعليميه والتشجيعيه والحاجات دي، بلاقي فعلا كومنتات حلوه من شباب حلو، من ناس واعيه، بتشجع الشخص اللي عمل الفيديو، بتشجع المحتوى التعليمي، بتقول معلومات زياده، ده كل ده على راسي من فوق، انا مش قصدي ده. انا قصدي المحتوى العادي او المحتوى اللي اقل من عادي، اللي هو الفاشل او الهدام او التافه. لما بفتح الكومنتس انا بستغرب، انا بتشل بجد. يعني انا سمعت الفيديو وجه في دماغي تحليل معين للفيديو، وعايز ادخل اكتب كومنت احلل الموقف او اقول يا انا من رايي كذا كذا كذا. فبدخل، انا ما بكتبش كومنتات ولكن بدخل اشوف الناس كاتبه ايه كاني هكتب كومنت. بلاقي الناس كاتبه كلام عكس تماما اللي انا فكرت فيه. طب عكس يا بيشو احلى ولا اوحش بكتير؟ اوحش بكتير. يعني انا ببقى فهمت الفيديو بطريقه معينه وبقصد وبنيه سليمه وبنيه سالمه يعني، بنيه صافيه. الاقي الناس ايه ده، هو للدرجه دي قلوب الناس مليانه حقد وغل ايه ده؟ انت ازاي فهمت كده يا عم؟ لا مش هو ده المقصود من الفيديو، حتى لو الفيديو وحش وبيحكي خبر وحش، بس مش هو ده. انت ليه داخل تنتقد وتشتم وتهين وتزعق وتتخانق؟ وطبعا النوعيه دي من الفيديوهات يعني صاحب الفيديو بيبقى مبسوط جدا، يا باشا اشتمني عادي بس زود لي الكومنتات عشان الريتش يزيد والفيديو يوصل لناس اكتر. بس لما بقرا الكومنتات صدقوني بيصعب عليا الناس، بيصعب عليا الناس من اول شاب عنده 15 20 سنه بيعلق لحد شخص عنده 50 60 سنه. يا دوب كل 100 كومنت بلاقي كومنت او اتنين كلام موزون وكلام حكيم كده، ويطلع من شخص متعلم. لكن غير كده بقرا اول 10 كومنتات واقفل البتاع وتتسد نفسي خلاص عن الفيديو. واحيانا بدوس على الفيديو على التاب او المنيو او الثلاث نقط دول وادوس نوت انترستد او ان هو ما يظهرليش تاني. ايه يا عم ده؟ ارجوك ما تصدقش، مش هقول لك اغلب التعليقات، ما تصدقش كل التعليقات اللي بتشوفها على الفيديوهات العامه اللي موجوده على السوشيال ميديا. بخصوص التعليقات اللي بتشوفها على الكومنتات العامه، انا مش قصدي التعليقات السلبيه اللي ممكن تكون بتمسك انت او بتمس شخصك، لا. انا قصدي انت فتحت السوشيال ميديا لقيت فيديو معين، شفت التعليقات لقيتها كلها تعليقات تسد النفس.
أرجوك ما تخلّيش شخص مجهول ييأسك من الحياة ويسد نفسك عن الحياة ويوصّلك لدرجة اكتئاب أو انتحار. لأ يا ابني ليه؟ ليه؟ صدّقني الحياة حلوة، والحمد لله ربنا خلقنا في الحياة عشان نعيش ونتبسط بيها ونفرح معاه ونعيش حياتنا وننبسط. فالناس الفاشلة اللي على السوشيال ميديا اللي بتعلّق تعليقات هدّامة، بتكتب comments هدّامة، هم مش عايزين يحسّوا إن هم لوحديهم، فبيكتبوا كلام مُحبِط وإساءات وكده عشان يلمّوا الناس حواليهم وما يحسّوش إن هم لوحديهم اللي فاشلين. لكن أنت مش زيّهم، أنت مش شبههم. أنت لو كنت هتعلّق زي ما أنا قُلت لك من شوية، كنت هتعلّق بفكرك الناضج، لإن أنت شخص متعلّم وناضج، وكنت هتكتب تعليقات حلوة، سواء تشجّع، سواء تنتقد بكل احترام، إنّما مش تشتم وتهين وتسِب لا، 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 لا. ما تصدّقش الكومنتات دي، لإن صدّقني ما بتعبّرش غير عن الشخص اللي كتبها. آمم خلّيني بقى أختم الفيديو معاك بأنا شخصيًا كبيشو بامُر بإيه. أنا نقدر نقول من سنة كنت بافتح الفيسبوك مثلًا ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، متقطعين طبعًا كل ساعة مثلًا إيه 5 دقايق، 10 دقايق. آآ ده من سنة، سنتين، دلوقتي الحمد لله وصل بيّا الحال صدّقني بدون مبالغة، إني بافتح الفيسبوك في اليوم على بعضه مثلًا نُص ساعة، اللي هي مثلًا لو انقسمت على عدد الساعات اللي أنا صاحي فيها مش هتكمّل 5 دقايق في اليوم في الساعة يعني. طَب ليه؟ مع إن شغلي كله على السوشيال ميديا والمفروض إن أنا أكون active أكتر على الفيسبوك. أولًا شغلي على السوشيال ميديا أنا بافتحه طبعًا وباتابع التعليقات الحلوة اللي بتيجي لي والناس اللي بتسأل وتستفسر والأهالي أو أولياء الأمور اللي بيتابعوني، باحاول أرُد عليهم أول بأول وبافتح السوشيال ميديا بتاعة الشغل من على التليفون ده. لكن التليفون اللي أنا باصوّر بيه ده اللي عليه الفيسبوك الشخصي بتاعي والإنستجرام الشخصي بتاعي وكده، الفيسبوك بتاعي ما بقيتش أفتحه، صدّقني 5 دقايق، 10 دقايق في الساعة الواحدة أو كل ساعتين وزي الفل. وعايز أقول لك حاجة أنا متأكد إن الوقت ده هيقل، يعني إن شاء الله كمان كام شهر ألاقي نفسي ما بافتحش أصلًا. عارف ليه؟ ودي حاجة لازم أتكلم فيها عشان ممكن تعجبك وتاخد بيها وتمشي عليها وممكن ما تعجبكش. لمّا بافتح السوشيال ميديا لمّا بافتح الفيسبوك مثلًا، أنا بابقى متوقع إيه؟ الفيسبوك ده اللي هو اسمه موقع تواصل اجتماعي، اللي هو أصلًا اتعمل لمّا مارك زوكربيرج زمان عمله عشان طلبة الجامعات والناس تتواصل بيه مع بعض، يتواصلوا بيه مع بعض، يكلموا بعض من خلاله، يعرفوا أخبار بعض. أنا لمّا بافتحه وبالاقي مثلًا إن أول بوست يظهر لي بوست لشخص أنا ما أعرفوش أو خبر وِحِش جدًا من بلاد برّه أو من حرب أو مش عارف، أنا ليه يظهر لي ده؟ واقعد أقلِّب شوية، بجد باقعد أقلِّب شوية كده على أمل إن أنا يظهر لي صورة لصديق ليّا، أعمل له love واكتب له comment حلو، تظهر لي مناسبة حلوة مثلًا في المجتمع اللي أنا عايش فيه، أصدقائي وأحبائي وعيلتي، أعلّق وأشارك وأعمل، يظهر لي يا سيدي حاجات كويسة من الناس الfriends اللي عندي عاملينها أو منزّلينها، أقراها وأتفاعل معاها. إنما تقريبًا أنا من كل بدون مبالغة صدقوني من كل 100 بوست أو reels باشوفه وأنا بscroll كده في الصفحة الرئيسية بتاعة فيسبوك، يا دوب من ال100 دول ممكن ألاقي 10 بالكتير أوي لأصحابي، سواء فلان محدّث صورته الشخصية أو فلان كاتب تعليق أو فلان منزّل post. باقول يا نهار أسود! طب وال90 post أو reels اللي ظهروا لي دول، أنا ليه أشوفهم؟ وما شاء الله بقى بيتنوعوا ما بين آمم، أخبار حروب، أخبار وحشة، فيديوهات تافهة، فيديوهات مش مناسبة، كلام فاضي، كلام بيضيّع وقت، أي حشو وخلاص. فأول ما بافتح صدقوني أول ما بافتح الفيسبوك مثلًا ما باكمّلش 5 دقايق وأنا باقلِّب أشوف حاجة مفيدة، أقفل تاني، مش لاقي حاجة مفيدة، مش لاقي حاجة مفيدة. وللأسف الalgorithms بتاعة فيسبوك خلاص هي تأقلمت على حاجة زي كده، إن لمّا تشوفك واقف على post مثلًا يخُص الكورة 3 ثواني، مش هاقول لك 5 دقايق، 3 ثواني أو 5 ثواني، بتجيب لك لوحديها باقي البوستات عن الكورة أو عن المجال اللي أنت بتحبه، فأنت ما فيش option إن أنت تهرب.
هقعد كل شويه ادوس وادوس نوت انترستد او غير مهتم بالحاجه دي او حظر الصفحه، مش هخلص. فبقى الفيسبوك حرفيا مكان انا بتعب فيه اعصابي، انا بفقد فيه سلامي الداخلي، انا بهد نفسي فيه مش ببنيها. ف يعني بلاها بقى، مش هفتح فيسبوك. يعني الموضوع بقى رخم قوي. السوشيال ميديا يا جماعه مدمره، على قد ما ممكن يكون فيها حاجات حلوه مفيده وبتخلينا نتواصل مع بعض ونعرف اخبار الدنيا والدنيا ماشيه ازاي وكده، بس على قد ما الاخبار السيئه والحاجات اللي مش حقيقيه اكتر بكتير من الحاجات الحقيقيه والمفيده. فالواحد مبقاش عارف يركز في حاجه، الناس كلها بقت ماشيه باصه في الموبايل وهيقعوا في الحفره اللي قدامهم. فارجوك، انا لو بعمل الفيديو ده وبدردش معاك، فانا كل هدفي، سواء انت بنت او ولد، او سواء انت اكبر مني او اصغر مني، يعني انا بخاطب كل الشباب اللي اصغر مني بما اني اكبر منك، يعني فممكن اكون اقدر افيدك بحاجه. فارجوك ما تضيعش وقتك، ما تخليش حاجه تسرق وقتك. مش هقول لك سوشيال ميديا، لو زمان كنا موجودين زمان قبل اختراع الانترنت كنت هقول لك ما تخليش اللعب مع اصحابك يسرق وقتك، ما تخليش فرجتك على التلفزيون تسرق وقتك. لا، انت محتاج تبني نفسك، محتاج تكون نفسك، محتاج تعيش حياتك وتتبسط بيها مع اهلك واصحابك. ما قلتش ان انت تسيب التليفون او ترمي السوشيال ميديا، خلي السوشيال ميديا موجوده، بس ما تبقاش هي المسيطر. لما تلاقي نفسك بتقضي 6 ساعات من يومك وانت صاحي على السوشيال ميديا، وانا يعني مقلل الرقم قوي، يعني انا عارف انه اكتر من كده بكتير، عمال تعمل كده، حرام عليك. وقتك ده صدقني، يعني حتى ما قلتها في فيديوهات قبل كده، ان الوقت هو العمله الوحيده اللي لما بتصرفها ما بترجعش تاني. خلاص، الساعه اللي عدت ما تقدرش ترجعها لو عملت ايه، لو دفعت مليارات ما تقدرش ترجع الساعه اللي عدت. هات لي عالم من العلماء يقدر يرجع لك ساعه او يوم من ايامك. مفيش. اليوم اللي بيعدي باي باي، بيروح. فلو سمحت خليك واعي وفاهم ان مستقبلك ده مسؤوليتك انت وبس، لوحدك. اهلك بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يبنوا حياتك، لكن انت اللي بتختار طريقك وبتبني مستقبلك بعد كده لوحدك. ما حدش هيجي يخبط على بابك يقول لك تعالى اوديك للوظيفه الفلانيه، تعالى اعمل الحاجه الفلانيه وخد الفلوس اللي انت عايزها، تعالى ابني لك مستقبلك، تعالى اجوزك، تعالى اعمل. لا 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 لا، انت اللي بتتعب وبتبني حياتك. وحتى الشخص اللي هيجي يخبط على بابك يقول لك تعالى اشتغل، تعالى اعمل كده، هو هيبقى عايز منك مجهود، عايز منك مقابل. انما مفيش حد هيديك فلوس او نجاح او مستقبل وانت مقضي يومك كله سكرول على السوشيال ميديا. عشان خاطر نفسك وعشان خاطر الناس اللي تعبانه عشانك، اقفل السوشيال ميديا او قللها. انا عارف ان انت مش تقدر تمنعها مره واحده، وقوم وابدا ابني في مستقبلك عشان بكره ترتاح وتفتخر بنفسك، لان صدقني مستقبلك يستاهل انك تحارب عشانه. شكرا ليك.